كان ليا صديق بيدور على عربية عشان يشتريها يشتغل عليها أوبر. المهم دور على عربيات فلقى عربية في حدود حوالي 700 ألف جنيه. فجي قال لي: خالد، هو النهاردة ازاي أعرف إن ال 700 دولت هما فعلا القيمة الحقيقية للعربية؟ إن أنا بحيث لو أنا حطيت فيها فلوسي فعلا هتجيب لي العائد اللي أنا فعلا مستنيه منها. قلت له: تعالى هقول لك على 3 استراتيجيات أساسية أو 3 طرق أساسية. أي مستثمر لما بيستثمر لازم بيشتغل عليهم هما ال3 عشان يعرف قيمة الأصل اللي اشتراه، هل فعلا دي القيمة الحقيقية له ولا دي مجرد قيمة زيادة عن القيمة الحقيقية له. طيب، ايه هما ال3 طرق دولت؟ اول طريقة بنسميها استراتيجية الدخل او طريقة قياس الدخل. بمعنى ايه؟ بشوف هو النهاردة الاصل ده اللي انا هشتريه، العربية اللي انا هشتريها دي هتدخل لي كام في المستقبل. يعني مثلا النهارده العربية اللي هي ب 700 ألف جنيه، الدخل اللي هتدخله لي في المستقبل تقديرا كام؟ مثلا هتدخل لي في خلال السنة 50 ألف جنيه أو 100 ألف جنيه. طب ال 100 ألف جنيه قيمتهم كام النهارده؟ على سبيل المثال 130 ألف جنيه. طب يا معنى كده إن أنا بسبب طبعا معدل التضخم إن في 30% انخفاض في قيمة الارباح بتاعتك. دي اللي طريقه بنسميها طريقه الدخل او اسلوب الدخل، ان انا بحسب الارباح المتوقعه من الاصل اللي انا هشتريه في المستقبل. تمام. وبعد كده ارجعه للحاضر اشوف هو قيمته كام النهارده. تمام. دي كده اول طريقه ساعات بنسميها طريقه الدي سي اف او ديسكاونت كاش فلو، طريقه الخصم التدفق النقدي للاصل بتاعك. دي اول طريقه، ودي بتكون طريقه غلسه شويه لكنها طريقه مستخدمه بشكل كبير. الطريقه الثانيه اللي هي بنسميها استراتيجيه السوق، اللي هي معناها ايه؟ بشوف النهارده هو قيمه الاصل دوت في السوق كام. يعني النهارده الاصل ده العربيه ديت قيمتها في السوق عامله كام؟ هل قيمتها في السوق مثلا 500,000 600,000 ولا قيمتها مليون مثلا على سبيل المثال؟ ببدا اشوف في السوق سعر العربيه او سعر الاصل دوت كام بالتحديد، بحيث ان انا لو انا جيت بعد كده بعته هيجيب لي كام بالظبط. ودي الطريقه الثالثه، ان انا النهارده بشوف الاصل بتاعي ده اللي انا هشتريه او الاصل اللي معايا حاليا دلوقتي، لو انا حبيت ان انا اعمل له اعاده تقييم في المستقبل، تمام، هتكون قيمته كام؟ تمام. او بمعنى صح، القيمه اللي موجوده حاليا دلوقتي معايا لو انا بعتها النهارده هتجيب لي كام؟ العربيه اللي انا اشتريتها مثلا من 5 سنين، اشتريتها من 5 سنين بمليون، النهارده قيمه المليون العربيه دي لو بعتها النهارده هتجيب لي كام؟ يبقى دول ال3 طرق الاساسيه اللي انت اي مستثمر لما بيجي يستثمر بيستخدمهم. الطريقه الاولانيه طريقه الدخل، اللي هي ان انا بشوف الارباح المتوقعه من الاصل اللي انا اوريدي هشتريه في المستقبل هتكون كام، اقوم جاي مرجعها للوقت الحاضر واشوف هل فعلا القيمه دي هتبقى متوازيه متساويه معايا ولا لا. الطريقه الثانيه طريقه السوق، اشوف قيمه الاصل اللي معايا حاليا في السوق دوت عامل كام تقريبا او قيمته عامله كام. الطريقه الثالثه